وصفة النهاردة كانت عاملاها زينب التركية، بس أنا حبيت إن أنا أعملها بطريقتي علشان تطلع ناجحة ومظبوطة معاكم. وفي آخر الفيديو هقول لكم رأيي فيها بأمانة. بس عايزة أقول لكم إن وصفة السويس رول بتاعت النهاردة من أنجح الوصفات اللي تقدروا تعتمدوها في أي حاجة انتوا عايزينها. يلا بينا. حلة على النار فيها معلقة صغيرة من الزبدة، وهنزل 6 تفاحات متقشرين ومتقطعين مكعبات صغيرة، وعليهم عصرة ليمونة. هكون شغالة على نار وسط. وبعد كده هحط نص كوب من السكر البني، وهقلب كويس لحد لما ينزل المية بتاعته، وابتدي ان انا اعلي النار مع التقليب المستمر لحد لما التفاح يستوي. بعد بقى ما يدخل في السوا وينزل كل المية بتاعته، نزلت معلقتين صغيرين مليانين من القرفة، علشان التفاح اللي عندي هنا كان مسكر قوي، فحبيت ان انا ازود القرفة. هسيبه بقى على نار عالية يغلي غلوتين علشان يبتدي ان هو يتشرب المية بتاعته. وهجيب معلقة كبيرة من النشا متدوبة في معلقة كبيرة من المية، وهنزلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهديها تقلبتين كده على الهادي. واول لما احس ان خلاص المية بتاعته بقت مش موجودة، هطفي النار وهسيبه بقى على جنب لحد لما يبرد. اكتر حاجة كانت شداني في الفيديو بتاعها ان هي استفادت من قشر التفاح والقلب بتاعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هحط بقى 2 من نجمة اليانسون وعود من القرفة، وهنزل المية، والمية يدوبك تغطي التفاح، ولو اقل يبقى افضل بكتير. وهغطيها بقى وهسيبها على نار هادية لحد لما يغلي مع نفسه براحته قوي، واروح اعمل الاسبونج. في بول هحط 6 صفار بيض وعليهم عصرة من الليمون والفانيليا. عندي هنا 100 جرام من السكر، خدت منهم معلقتين كبار قلبتهم كويس. وبعد كده هحط 80 جرام من الزيت، واقلب كل ده كويس قوي مع بعض. وبعد كده هضيف عليهم 100 جرام من اللبن. انا هحتاج لبن تاني غير ال100 جرام دول، بس هقول لكم امتى هضيفه. معايا بقى ربع كيلو من دقيق الضحى المنخول، هنزله على 3 مراحل، 3 دفعات، كل مرحلة طبعا بكون نخلاه، واقلبه كويس قوي بالمضرب اليدوي لحد لما اتاكد انه اختفى تماما، وكمان مبقاش فيه اي تكتلات. بعد ما ضفت كل كمية الدقيق، عايزة اوريكم القوام بقى عامل ازاي، بقى تقيل بالشكل ده، وده بالنسبة لي مش مظبوط. فنزلت ربع كوب من اللبن، وهبتدي بقى بالراحة واحدة واحدة اقلب كده لحد لما الخليط ده يفك معايا. انتوا ممكن تنزلوا الربع كوباية واحدة واحدة لحد لما توصلوا للقوام المطلوب، وهو ده القوام المظبوط. بصوا عامل ازاي، انا عايزاه تقيل كده بينزل بالعافية، بس في نفس الوقت يعني طري شوية كده. كده لما هضرب بياض البيض كل ده هيختفي معايا. بعد كده هنزل معلقة كبيرة مليانة من النشا، ومعلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وهقلبهم بقى كويس أوي مع بعض، وهركنهم بقى على جنب لحد لما اعمل البياض بتاعي. ودي من انجح وصفات الاسبونج اللي ممكن تعملوها. طبعا ممكن تشيلوا معلقة كبيرة من الدقيق وتستبدلوها بالكاكاو لو عايزين بقى تعملوا تورتة شوكولاتة بعيدا عن الوصفة بتاعت النهاردة. في البولة بقى احط 6 البيضات وعليهم عصرة من الليمون، وهضرب كده لحد لما انتوا شايفينه بقى يعمل رغاوي بالشكل ده. وبعد كده هبتدي انزل باقي السكر اللي كان معايا، اللي هو اللي اتبقى من ال100 جرام، وهفضل اضرب بقى لحد لما القوام بتاع البياض بتاعي يتقل، يبقى مفهوش الرغاوي ده، واحس ان القوام بتاعي بقى تقيل. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الفانيليا. بصوا بقى القوام بتاعي بقى عامل ازاي، ما بقاش فيه الرغوة وبقى خفيف، لا بقى قوام تقيل. لما بجيب المعلقة ما بينزلش من المعلقة كده، بالنسبة لي القوام المظبوط. هاخد بقى معلقة من البياض، وبعدين هبتدي ان انا هنزلها تدريجيا مع الخليط بتاع الصفار زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وابتدي ان انا اضرب من فوق لتحت. طبعا انا مسرعة الفيديو، لكن بتعمله طبعا على الهادي. هاخد كمان معلقة كمان، وبعد لما تدوب تماما هاخد كل الكمية بتاعة الصفار مع الدقيق، وهنزلها بقى على البياض، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. هي ممكن تكون غلبة شوية، بس عايزة اقول لكم جميلة جدا، والنتيجة حرفيا هتبقى مبهرة. بعد كده هكون جايبة الصينية بتاعتي مقاس 30 في 40، مبطناها بورق الزبدة، وهبتدي ان انا احط فيها الخليط، وهسويها في الصينية بتاعتي كويس قوي عشان ما يبقاش في حتة مرتفعة وحتة منخفضة، واخبط خبطتين كده بالصينية عشان يطلع لي اي فقاعات من الهواء.
يخبز بقى فرن حامي مسبقا على رف الشبكة اللي في النص، وهدي النار 180 درجة. بتاخد معايا 10 دقايق مش اكتر. وبعد كده شغلت عليها الشواية عشان تتحمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهشتغل فيها وهي سخنة، هقلبها وابتدي ان انا اطلع ورقة الزبدة. زي ما انتوا شايفين جميلة جدا ومفيش اي بواقي ولا لازقة في ورقة الزبدة، ده معناه ان التسوية بتاعتها مظبوطة جدا. حطيت بقى التفاح، وانا زودت قوي الكمية بتاعة التفاح. مفيش مشكلة، كده كده لما هنيجي نلف الرول فالزيادات هتخرج بره السويس رول. انا كل ده طبعا شغالة وهو سخن، ما استنيتوش لحد لما يبرد. هبتدي بقى ان انا الف السويس رول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين هو قد ايه مش طبقة رفيعة، لا هو طبقة سميكة وحلو جدا وهش قوي. بجد لازم تجربوا الوصفة بتاعت السويس رول. وهنا بعد ما لفيته طبعا الرول كان طويل، انا قطعته عشان بس يكفي السرفيس بتاعي. وهنا قبل ما ارش عليه السكر وكده، بعد ما رشيت السكر، وده شكل العصير اللي طلع معايا. بالنسبة لي انا الوصفة جميلة حلوة، بس اكلها مرة واحدة مش اكتر، لان انا ما بحبش الميكس بتاع فطيرة التفاح اللي هو خليط التفاح مع الكيك. انا احبه زي ما عملت قبل كده مع خبز التورتيلا مع فطيرة التفاح. اكتر من كده بصراحة انا ما بحبوش. وطبعا دي اذواق، في ناس ممكن تعجبها الوصفة وناس تانية لا. بس كل اللي انا اعرفه ان انا عملتها احلى بكتير من وصفة زينب التركية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.